السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. النهاردة أنا جاية أعمل معاكم الخيار المخلل. طبعا في تكة مش أي حد بيعملها، طبعا في قناة أسماء عدلي بس اللي فيه التكات اللي مش عند حد. هنعمل مع بعض خطوة بخطوة ازاي بيتملح الخيار. طبعا هو مش صعب، سهل جدا، بس التكة هي اللي مش عند أي حد. يلا بينا بعد الفاصل هوريكم خطوة بخطوة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بصوا بقى كده حبايبي، انا حضرت المية بتاعت تخليل الخيار، وهحط طبعا هنا 4 معالق من دول ملح. ماشي. ممكن تحطي معلقتين كبار عادي، معلقتين، انا حطيت على قد الكميه اللي انا عايزاها. وتحطي معلقه شطه وهي اختياري برضو، مش هتحطي شطه ما تحطيش عادي، مفيش اي مشاكل. والتكه بتاعتي بقى موضوع الخل، في ناس بتحب تحط خل في بدايه التمليح. لا، انت ممكن تحطي الخل قبل ما تطلعي منه وتستعمليه مثلا بيوم او بيومين، تحطي حبه خل كده، تحسي بقى طعم الحاجه المملحه دي او المخلله دي بتقرش معاكي، ما تبقاش زي الدبلانه، وطعمها حلو. معظم الحاجات اللي تتملح معظمها بتتهرى من الخل. يبقى احنا نحط الخل امتى؟ نحط الخل قبل ما تطلعي منه بيوم او بيومين. انا بمسك الخياره كده بقطعها من فوق ومن تحت، بحيث ان انا اخليها تشرب من ميه التمليح، اللي هي الميه اللي فيها الملح وفيها وفيها الشطه. وفي تكه جايه تاني دي مش هتلاقيها الا في قناه اسماء عدلي، قناه يوميات اسماء عدلي. تكه بس مش اي حد بيعملها. طبعا انا جبت البرطمان على جنبه كده عشان خاطر ارص الخيار فيه. وبعد ما رصيت الخيار بدات ادوب الملح تاني عشان اتاكد بس ان هو داب كويس قوي. وهحط الميه عليه، ولازم تغطيه. اي نوع مخلل انت بتعمليه لازم تغطي الحاجه. هو للاسف طبعا ما لقيتش برطمان اصغر من كده، هو ده البرطمان اللي موجود عندي، بس لو في اصغر يكون افضل يعني. ولازم لازم لازم تغطي المخلل لاخره ميه، ما تسيبيش حبه من غير ميه عشان ساعات بيبقى الحبه اللي فوق دول بايظين. بصوا بقى التكه بقى، انا بعد ما قفلت لا افتكرت حاجه مهمه جدا. بصي بقى، دي فعلا مش هتلاقيها لا في قناتي انا بس. حته تومه صغيره جدا، حاجه مش ملحوظه، حاجه صغيره كده تتحط مع الخيار، تديله طعم في منتهى الجمال، تست بجد مختلف، كل الاختلاف، غير اي خيار دقتيه قبل كده. يعني اللي هيجي يدوقه من عندك يقول لك لا قولي لي بقى انت عاملاه ازاي. وبتقفلي عليه كويس جدا، وتضمني وانتي بتاخدي منه تاخدي منه بمعلقه او بحاجه، عشان خاطر لو ايدك مبلوله بتبوظ المخلل. ما تحطيش ايدك مبلوله في اي نوع مخلل. والسلام عليكم ورحمه. طبعا احنا كده خلصنا الخيار بتكاته بحركاته. طبعا التكه اللي قلت لكم عليها طبعا اكيد دي مش اي حد بيعملها، اللي هي حته توم صغيره خالص. وعايزه اقول لكم ان هو ما فيهوش اي حاجه ومش صعب، بس انا بوري ازاي البنات برضو الصغيرين، تملي بقول في فيديوهاتي كده الصغيرين لسه مش بيخشوا المطبخ كتير يعرفوا ازاي يملحوا كمان. الحاجات دي نزلت لكم كذا حاجه واخرهم الخيار. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.